لا لي قال بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا ده وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رفعه وقد رفعوا على حديث الفرتين إلى النبي قال نبي تجي ليس المؤمن بالطعان ليس انتان المؤمن مؤمن تاني بالطعان يجون أغرتين ما تدرون تاني جوا خنما أي بيسون تاني جي ولا اللعان كثير الطعان يجون فعالي صيغة فعالي كثير اللعن يجون كثير الطعن يجون خطاني نما تدم بيسون تاني جي ولا اللعان يجون كثير اللعن سنتاني جي خنما يدوي بيسو جي ولا الفاحش يسو لا تكلم جدو بيا ولا يأمر ولا ينهى إلا ويقرون ذلك باللعن نمن أجج نمن دوركو أبارسا وجمله انتيسو جوسما أبارجي اندليدو جوسو أبارجي و أچنديمتو جوس أبارسا وجين سيرفتي و أسنديمتو أبارسما وجين سيفتي إني أبارسمان ديم أبارسمان جرات أبارسمان ولا أبارسمان بلوجي كثير الطعن جتشون خكنا ولا الفاحش ولا الفاحش ينان بانتنا قافان فقط علين تاني جدو ولا الفاحش يجون خبدي دلقل لين تاني ولا البذيء بالغي أفاني لين تاني قافان ساقو تك غارين تهنجيو مؤمن انجام حقنا هني وحسنه وصحه الحاكم آية وحسنه جبو تولي أبليس جدوبا يعني تاسن قريديسا أخرجه أحمد والحاكم رواه الترمذي وحسنه إجوانته قال الترمذي حديث حسن غريب وقد روى عن عبد الله من غير هذا الوجه روي عن عبد الله من غير هذا الوجه حديث من طريق محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة وفي إسناده محمد بن سابق التميمي جرى مولاه متكلم فيه وثقه الإجلي وقال يعقوب بن سفيان كان شيخا صدوقا ثقة وليس ممن يوصف بالضبط للحديث قال النسائي لا بأس به قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقواه الإمام أحمد وضعفه ابن معين وابن القطان وذكر ابن حبان في الثقات وقد احتج به الشيخان وذكر الحافظ أن البخاري روى له حديثا واحدا طوله لكن في الحديث إلة ضعفه أبو بكر بن أبي شيبة فيما نقله عنه الخطيب إن كان حفظه يعني محمد بن سابق فهو حديث غريب إن كان حفظه فهو غريب ثم نقل عن علي بن المديني أنه قال أن هذا الإسناد منكر من حديث الأعمش حديثنا على كل حال مال جين خيسن سنجلت وذكر الخطيب أنه رواه ليس من أبي سليم من زبيد الجمامي من أبي وائل عن عبد الله إلا أنه وقفه ولم يرفعه ولما ذكر الدارقطني الاختلاف ولما ذكر الدارقطني الاختلاف في رفعه ووقفه قال الموقوف أصح جيجي الحديث حسن لغيره نجوى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ربي نجي لا تسبوا الأموات لا تسبون الربسين على الأموات نمدمه فإنهم وردهم قد أفضوا غيني جرا إلى ما قدموا قرآن دبرفتني جو أخرجه البخاري إلى ما قدموا فيه إشعار بأن المراد المسلم مسلم بانه خني جو أموات مسلمة يجود جيبه وذهب فريق ثالث إلى التفصيل في المسألة وهو أن أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم بشرط ألا يتعزى به قريبه الحي المسلم يعني نجرخ مسلمات كمين ملئ تركون نقول في لا تسبوا الأموات إذا كان يتعزى بسببه قريبه الحي المسلم فإن كان لا يتعزى بسبب أحد أو كان الكافر مؤذيا للمسلمين متعرضا لحرماتهم فلا مانع من سبه هاي وعن حذيفة رضي الله عنه قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربي نجي لا يدخل جنة سينو قتات أما سرد أبني لا تسبوا الأموات
والربي دعاء فان دبتنا نتاتي ها هيا ها وأما المسلم فلا يجوز سبه والوقوع في عرضه انتهوا لأن له حرمة خبجك أبا مسلمين الرب سنتهوا وهذا من باب الغيبة حما إلا إن كان فاسقا قافن فاسقة تيمله وظهرت مصلحة راجية في سبه مصلحة راجية ملتمله الرب ساخيست فإنه يجوز ذكر مصاويه حمتو سادبتشون للتعذير منه قندر بقاتشيسو لا لقصد سب الميت دواسا الرب سودنته ولكن لقصد تنفير الأحياء عنه والرب قرتي جرور رافقيس وجيشه وقد ورد ما يدل على ذلك حديث أنس الآتي وقد أجمع العلماء ولا جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا لأن المصلحة من حفظ السنة تقتضي ذلك مصلحة حفظ سنته خنفرده فإن لم يكن مصلحته وجب الكف عنه لأنه أفضى إلى ما قدم قروان دبر سيجي سيجوراجي طولة ملجم بين حديث هذا وبين حديث أنس إذا مروا بجنازة قال فأصنوا عليها خيرا كجنسا فأصنوا عليها خيرا مروا بجنازة فأصنوا عليها خيرا فقال النبي وجبت صلى الله عليه وسلم ثم مروا بأخرى فأصنوا عليها شرا قال وجبت قال عمر بن الخطاب ما وجبت جنان هذا أسندتم عليه خيرا وجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض فالجواب أن العلماء اختلفوا في هذا الإشكال على أجوبة عدة فقيل إن حديث أنس محمول على ما قبل الدفن ودون أول درتي وحديث الباب على ما بعده وذلك ليتعظ فساق الأحياء فإذا سار إلى قبر أمسك عنه لإفداء إلى ما قدمه وقيل إن الذي يثني عليه بالشر كان معلنا به ولا غيبة له خان شر إن الرد بتمسون إسام لفتيده ما وقيل إن النهي متأخر فيكون ناسخا وضافه الحافظ ابن هجرازي طاله لا يدخل الجنة جنة وعن سينجي قطات جنة فرد جي قوالنا مديرو متفق عليهم قطات يجون صيغة مبالغة رجرة هيا يو فالقطات هو النمام يجودا أبو إساقرتين مولد دروجيو نميمان حرامي نمام أن يكون بين القوم يتحدثون وأن النمام يكون مع القوم يتحدثون فينم عليه ويكشف عن حديثهم ما يكرهون كشفه يو آية وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي نجي من كف غضبه من كف إن نمني قبي غضبه آرسا نمني قبي كف الله عنه عذابه نبي نزاب ساراك أبجيبو يا أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق هلال بن بشر قال حدثنا عبد السلام بن هاشم البزاز عن خالد بن برد عن قتادة عن أنس وهذا سند ضعيف جدا لضعف خالد بن برد ولما ذكر البخاري في تاريخ هذا الحديث في ترجمة خالد بن برد لا يتابع عليه قال لا يتابع عليه وقال لقيلي في حديث اضطراب وقال الذهبي مجهول وعنه عبد السلام بن هاشم يخبر منكر بخبر منكر عبد السلام الرا خبر منكر وفيه أما هو عبد السلام الرا وفجره وقال في ترجمة عبد السلام الأعور شيخ مقل حدث بعد 200 إقامته 200 بوداي وعودي سجيه قال أبو هاتم ليس بالقوي قال عمرو بن علي الفلاس السيرفي لا قطع ولا أحد بالكذب إلا عليه نخيبا أنما تقدم روس ماله جيبه ضعيف ولو شاهد الرقاجرا فيه من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا جيبه حديث ابن أبي الدنيا درانو شكرا هايدا وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه حديث ابن عمر الراهيجيني واما حديث ابن عمر رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الصمت آداب اللسان من طريق المغيرة بن ابراهيم عن هشام بن ابراهيم عن ابن عمر وهذا سند ضعيف جدا هشام بن ابي ابراهيم كن ولا يحتمل تفرده عن أصحاب ابن عمر وقد ترجم له البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجري والتعديل باسم هاشم بن أبي إبراهيم
وقد ذكر المحقق أنه في النسخ هشام بن إبراهيم قال عنه أبو هاتم مجهول، وكذا قال الذهبي، ولما عزاه العراقي في تخريج الإحياء لابن بالدنيا قال إسناد حسن وهذا فيه نظر بالنظر قباجه طلع. وعن بكر الصديق رضي الله عنه قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربي نجي لا يدخل الجنة جنة سينو خب خداتا نجيو ولا بخيل دويني وما مضطر خداتا نجيون نما غنو غنتين جنة سينو جيو لا يدخل الجنة جنة سينو خب جناني غنتين خداتا نجان خب يجون والرجل الخداع قربان ما خد والذي يفسد بين الناس بالخداع خداس الآن قلف بل ليس وفعله خبا من باب قتله. ورجل خب من التسمية بالمصدر خب بفتح الخاء وكسرها النجرة خب يجت النجرة وتشديد الياء الموحدة باء الموحدة جيو طلع. ولا بخيل دون الله جنة السين جيو ولا سيء الملكة نغرتيوان ملكيوان أركاك أبو تيمتو دلقوس جنة سينو وانا نرفدت يو جارتيو تاتيس بيلدايو تاتيس خوليو تاتيس نمني أمتو دلقو جنة سينو يو نمو ماركا ساجل أولو تواننا ساجل جريوني في أمتو دلقه جنة نركتو جيبو يا قدو دان ميدو دان ركور رفدو دان جابو أخرجه الترمذي طلع وفرقه حديثين يا أخرجه الترمذي ندي سجر جيبويا وفرقه حديثين حديث سلامة الدباسة وفي إسناده ضعف لا يدخل الجنة جادث نتوكلا سيء الملكة ولا سيء الملكة ندي سقوباتي أيادا من طريق حمام بن يحيى عن فرقد السبخي مرته عن أبي بكر عن النبي لا يدخل الجنة سيء الملكة حديث لما دا من طريق صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرته من الطيب عن أبي بكر الصديق لا يدخل الجنة خب جيجو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل جيدي ولا سيء الملكة ندي سبيروتي. والحديث مدار ولا فرقد بن يعقوب حديث نخر لتشوتنو فرقد بن يعقوب الديبيا ضعفه السبخي خجان ضعفه أيوب وابن معين والبخاري وابو هاتم والنسائي ويعقوب بن شيبة وآخرون طلع ضعيف. وعن البدر رضي الله عنه قال وفي الحديث علة أخرى والانقطاع مرة الطيب لم يدرك أبا بكر الصديق من جيبه رواية عن أبي بكر مرسلة جيب الزار ولم يدركه قال أبو زرعة وأبو هاتم حديث عن أمر مرسل أيادا. وعن البدر رضي الله عنه قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربي نجي من تسمع أما قال على كل حال خداس نيان غاريمتي إنسان بخيلة تونس غاريمتي همتو غرتي وان ملكاني دلغونيس همتو غاريمتي طلع من تسمع أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي نجي من تسمعنا من دقيفته حديث ورمتك حاسوانا ما من دقيفته قرق انسه وهم له كارهون على إنسان جبوتانين سبا ينان نبو فما في أذنه قرص على ما قين سبو فما الآنكو رساس نبي فما تيجيبو يوم القيامة وياك يا ما دايا يعني الرساس المذاب رساس بي فما تيبان في الحديث وعيد شديد لمن يتسمى حديث قوم وهم لا يحبون أن يتسمى حديثهم إني دقيفتو عالم فين إنمني قرق إنسان ما دقيفتو كن أخلاق سيئة على حال المسلمات متي كبائر الذنوبات وعيد الشديد كبها صداك ساجب دور رجرا أكاله البخاري هيا أنا ونكنا دلي قرقود دور رمالين تاتو والجزاء من جنس العمل جامو هيا أنا وأنس رضي الله عنه قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي نجي طوبى جنة هجرة
لمن شغله تكاو اسم شجرة في الجنة مقام جنة خيس جروت طوبى جاني قادس قدادكو طوبى قادس جنة أجرى لمن شغله عيبه نما عيبين سايس شاغله عن عيوب الناس عيبين ما راجبه أخرجه البزار أخرجه البزار بإسناد حسن من طريق الوليد بن المهلب حدثنا النضر بن محرز الأزدي عن محمد بن المنكدر عن أنس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته البيضاء وليست بالجدعاء قال أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب وكأن الحق فينا على غيرنا قد وجب ساق الحديث طوبى لمن شغله عيب ونيوب الناس وتواضع لله في غير منقصة جيوه. وهذا سند ضعيف جدا فيه الوليد بن المهلب الأزدي قال عنهم نادي أحاديث فيها بعض النكرة قال الذهبي لا يعرف ما له وله ما ينكره وفي النضر من المحرز جرا مجهول جين أبو حاتم وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج به انت ضعيف طالع. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال أيادا جيبو قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي نجي من تعاظم في نفسه من تعاظم نمني في قدسه في نفسي لبو ساخيسا نمني في قدسه سميف غاية واختال في مشيته واختال خالد مكو في مشيته على دي من ساخيسا تيس لقي الله مشيتين فعلتي لا هي أنا رد التي فعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة أيانا لك الله ربي كنما وهو عليه غضبان على ربي نسرت آراتين أخرجه الحاكم ورجاله ثقات لأنه من طريق يونس بن القاسم الحنفي اليمامي سمعت كريمة بن خالد المخزومي يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحاكم حديث سيئون على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أما الذهبي فقال على شرط مسلم وهذا فيه نظر فإن يونس بن القاسم لم يخرج له الشيخان شيئا من روايته عن كريمة بن خالد وإنما رأى له البخاري في الأدب ضعيف مت حديث صحيح جوا. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركم ربي نجي العجلة جنان جرجري من الشيطان أما تكبرها ما دايف قدسوني سمتو دا حال بدا الراهي مؤمنا في برباچ صفة كناتين وانصفوني نمني فقا قبو قبا ليني جانباتو قبا قدري نفسي سادس بيخو قبا عيبي سا ايقچو قبا والكبر خلق مذموم جعل الله جزاءه الطرد رحمة الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر جانبيني ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر جيني والكبرياء ردائي فمن نازعني عذبته الزوزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبته يا حمادك طلع. العجلة من الشيطان العجلة يرجر من الشيطان شيطان الراهي. أخرجه الترمذي وقال حسن أخرجه الترمذي نديس وقال نجي حسن نديسني حسن جوا طلع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقار ربي نجي الشؤم جنان ما انت هدنان سوء الخلق حلام ما تشود جيبويا. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. العجلة من الشيطان حديث نجو حديث سالم بن سعد الترمذي أخرجه الترمذي وقال حسن إني حسن اللي جو لأنه من طريق عبد المؤمن بن عباس بن سالم بن سعد الساعدي يا نبي عن جده قال رسول الله علنات من الله والعجلة من الشيطان. واختلفت نسخ الترمذي في الحكم على هذا الحديث ففي بعضها حسن غريب وفي بعضها حديث غريب جدي. وتكلم أهل العلم في عبد المؤمن بن عباس بن سالم بن سعد الساعدي وضعفه من قبل حفظه فالحديث ضعيف جدا من أجل عبد المؤمن كيس جرا. قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث قال النسائي ليس بثقة قال متروك الحديث جاء إمام الساجين عنده نسخة نبي جدي فيها مناكيره طلع. وهذا إسناد ضعيف جدا.
وعن ابن رضي الله عنه قال قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو نبي ربي نجي إن اللاعنين الشؤم سوء الخلق. أنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله الشؤم سوء الخلق. خنا سن النساء ضعيفة لأنه من طريق أبي بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد قالت عائشة قال رسول الله وهذا سند ضعيف لأن فيه أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني كيزجرة ضعيف. قال أحمد ليس بشيء. قال أبو داود سرق له حلي فايت قوت جلات من فانكراك له إفنكار جو. قال النسائي أبو حاتم ضعيف. قال الدارقطني متروك وفي موضع آخر ضعيف جو. إن اللعانين ورنا مع الرسول لا يكونون نما فنتان بغنت سينو ولا شهداء رقال انت ولي في يوم القيامة شاف قيامة إذا عان صاحبه في تحصيل مطلوبه من هو عنده لعنتني مغنت سينو دندن قيا قيامة غافا مؤمنا فيممي مؤمن تجي وري مؤمن توتا ولي مغنت سينو سن isaan obboleeyyan isaanii ibidda keessaa baasuudhaaf magantaa ta'uu hin danda'an waa abaaraa oolaniif jecha muuminni guyyaa qiyaamaadhaa magantaadha waliif seena. obboleessi hojii salaate obboleessa hojii salaate baasaa hojii jummaa dhaqilleen akkasuma wal baasaa hojii qara illeen gaaf tokko hojii qaraane hadiisa rasuulaati quraana isaati obboleessa kana naa dhiisaa jettanii isin wal baasuu teessanii. ammoo warri abaarsa heddummeessu namaa magantaa dhaabbachuu hin danda'u guyyaa qiyaamaatii jeewoo. ولا شهداء رجال لنا ما بون تنتين قوياك يا ما دام متى سنرت متى دبر الرتي أكير قول الرسول وان إرجمانين سن متى جيسني جرى الرجال تهو والرجالتين منا بارك وفار رجال تاجيو طلبا هاي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال حديث مسلم جلدي منتهى قاسنا النساء بكمادا. ومعاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب نمني obboleessa isaa beesu bizambin dilii takka lam yamut indu hatta yaamala anka dubbisan dalagu namni obboleessa tokko tuqe waan hamtuudhaan hamma waan saniin tuqamundu jeewa man ayyara akhahu bizambin lam yamut hatta ya'malahu akhrajahu at-tirmidhi wa hasanahu wa sanaduhu munqati'un jeewa لأنه من رواية أحمد بن منين قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الحمداني عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل. قال الترمذي قال أحمد من ذنب قد تاب منه يجو رادلين الراتوبة يجو أن سنين بيس ثم قال هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. خالد بن معاذ رقم نفل حديث في سندين كتاب ذكر الترمذي وصرح به الحافظ. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول خالد بن معاذ معاذ بن جبل مرسل ولم يسمع منه وربما كان بينهما اثنان. أما لما فات جنجرا ولكن ليست إلا طول انقطاع فاسب بل هو موضوع. محمد بن الحسن بن أبي يزيد الحمداني ضعفه أحمد وأبو حاتم قال ضعيف الحديث ما أراه يسوي شيئا تك جاء يادو. قال أبو حاتم ليس بالقوي. قال ابن معين ليس بثقة. وفي رواية يكذب في الحديث يجرا. وقال أبو داود كذاب. قال النسائي متروك. قال الدارقطني لا شيء ضعيف حديثني. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقار ربي نجي ويل للذي يحدث ويل جبازا باجرا للذي يحدثنا مجها سواسو فيكذب خوسي خجب الجمانجيو ليضحك به القوم كرم قرتي خجب سيسو خفل چيسو جتشجيو ويل له جبازا بايساف جرا ثم ويل له ويغنا جبازا بايساف جرا. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي جو لأنه طال من طريق بعض بن حكيم عن أبيه عن جده قال رسول الله خلاص صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الراودي فمي قال نجي كفارة من اغتبته كفاران نماتي سامت أن تستغفر له أرار ما يساخر أجودا. وهذا الحديث قال رواه الحارث بن أبي شيبة بسند ضعيف كالجميع.
حارث بن أبي أسامة ديس رواه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث والمطالب العالية قال حدثنا رجل حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن حدثنا خالد بن يزيد وهذا الحديث إسناده تالف ومتنه باطل أما متنه فسيأتي وأما سنده الرجل المبامي كيس جرى ويحتمل أنه داود بن المحبر نجاما لأنه من شيوخ الحارث المباشرين جيو حتى متنين الراوديس وقد أكثر النقل عنه قد ضعفه الإمام محمد قال شبه لا شيء فكر ملي وماتيمي كان لا يدري الحديث حديث هم بين تهجد بيا طلع وعن عائشة رضي الله عنها قالت نيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ربي نجي أبغض الرجال الرجب من ديرا إلى الله ترى ربي الألد الخصم الألد نمغرتي جانو الألد يجون شديد الخصومة جبا مقدويتي الألد الخصم يجون جبا مقدويتي جي والمرة فسري بروتي خصمين آيا اي غلبوا في الخصام طلبوا الخصم يجون خفل ما بيخجيبو الألد جبا مقدويتي الخصم خفل ما بيخجيبو أخرجه مسلم آية دائم الخصومة يخاوية خفل مان الرامبون جيو الخصم يجون دائم الخصومة خفل مان الرامبون جيو كتكاليا على لد جبام قديتي الخصم خفل مان الرامبون دائم الخصومة يادا باب الترغيب هايا